حلوة الهمة والشان، الله الله عليها، حلوة المناسبات والأفراح والأعياد. مع العيد الصغير راهو جاي، نقول لكم تجربوا الوصفة تاع اليوم واللي هي سلطان الميدة الجزائرية واللي هو المقروط. الله الله عليه. اليوم درتو أنا وميمي كيما رايحين تشوفوا معايا هاد الوصفة تاع نهار اليوم. تجي بزاف طرية كيما راكم تشوفوا هنا. رايحين تشوفوا معايا السر اللي راح يخلي المقروط تاع اليوم يجيكم كل يوم كيف يعني يجيكم يذوب. انا كنت نخاف نمدها لكم، نخافكم يعني ديروا كميه كبيره، بصح اليوم راح نوري لكم كيفاش ديروا باش يجيكم هكذايا مهوي وشباب. عندنا 2 كيلات الاولين راح نديروهم دقيق خشين، لا غروس اللي كاتبين فيه يعني لا غروس. حنديروا الكيله الاولى بومبي والكيله الزوجه هكذا كيما راكم تشوفوا، والبومبي تاعها ولا هذاك القبه اللي نديروها باش يجينا مقبب هكذاك حنديروه بالدقيق المتوسط، يعني 1.5 ماشي نص للفوق تجي البومبي تاعها يجي المتوسط. والزوجه كيف بومبي يعني تجي مقببه، الكيله مقبه تاع المتوسط، الدقيق المتوسط. يعني عندنا هكذا كيما راكم تشوفوا. تبعوا كيفاش راني ندير. عندي مغرفه ونص تاع السكر يعطيني التحميره للمقروط، وعندنا الرشه تاع الملح اللي لازم في الحلويات الجزائريه ولا الغربيه اللي تعدل الحلاوه تاع الحلوى تاعنا. ايوا هذه هي. درك واش نديروا؟ عندي السمن اللي ذوبتيه لي، ما لازمش يكون سخون، ندوبوه ونخليه يبرد. نديروا كيله كيما علمتك ميمي، كيله تكون للفوق ما تجيش ناقصه، ما تجيش ناقصه وما تجيش فايضه، يعني كيله ما نزيدوا ما نقصوا عليها. كيله ميم اللي يكون في البول لازم نهبطوه مليح. هنا نحكموا هكذا كيما راكم تشوفوا، نحك مليح بين يديا هكذا ونصاب لي مليح. لازم ندخلوا هذاك الدقيق يشرب مليح هذاك السمن. ايوه يلزم يشرب مليح السمن هكذا كيما راكم تشوفوا، ونحك بين يديا مليح هكذا. نزيدوا هنايا المكون اللي قلت لكم عليه واللي هو الخميره الكيميائيه لا ليفور شيميك. نديروا هكذاك على راس المغرفه، وشوفوا هنا كيفاش رملته. نفتح هكذا بيدي ونشوفوا الا ما طاحش خلاص راهو مرمل مليح بالطبعه والشان. هنا كيما راكم تشوفوا درنا 300 غرام تاع اللوز، 120 غرام تاع سكر مع لافاني، شويه لافاني، ونلموه بالبلون دوف ونديروا له شويه تاع المزهر. يعني نلموه بالبلون دوف باسكو مقلي. شحال درتي سكر ميمي؟ 120 غرام. 120 غرام في 300 غرام. راكم تشوفوا ما نكثروش حنا السكر. لموا بالبلون دوف. شوفوا هنايا العجينه خليتكم تشوفوا على خاطر ما نديرهاش جاريه تاع المقروط. لو كان نجري العجينه تاع المقروط تخرج لي لا فاخس تاع المقروط تخرج من العجينه، وهنا البلون دوف يخليها ما تخرجش وتجينا طريه وشابه لداخل. هنا نروحوا للعجينه، هذاك مكون سري اكيد البلون دوف. هنا عندي لو بابي دو كويسون فيتكس اللي رايحين نخدموا به المقروط تاع اليوم. شوفوا البابي فيلم والبابي الومنيوم تاعهم هايل. هنا انا استعملت بابي فيلم كنت خبيت فيه هاد لاباط تاع اللوز، ورانا حين نخدموا فوق البابي دو كويسون تاعهم. هنايا نحي هاد العجينه وناخذ غير قيس اللي رايحه نديرها. نرشو دائما بالعقل المقروط ميمي كيما علمتك، ما نرشوش كامل في خطره باش ما يفسد الناش. ايوا نجيبوا الكيله تاع الماء نديروا فيها المزهر، نعطروها بالمزهر. كاين اللي يحب يرش غير بالمزهر ميمي. هنا ونرش كيما راكم تشوفوا. نفتل شغل راني ندير في الكسكس في الاول، ما ندلكوه ما نعجنوه، ما نديرلوش الخيط يولي ماشي ما يجيناش شباب من بعد. شوفوا هنا نبدا نلم ونهكا نعرق فيه حتى يولي يدير لي في واحد الصوت ويولي لونه ابيض. شوفوا معايا كيفاش يبدا يتلم ويولي لونه ابيض. تروح هذيك الصفوره تاع السمن والدقيق. شفتوا كيفاش تلم؟ نخليه يريح شويه ونعاود نولي ليه. ندير له هكذايا في الوسط، نحطوا اللوز ولا حبيتو كاوكاو ولا حبيتو تمر. نتوما واش قدرتوا ديروا وشنو زيروا هذيك العجينه، لصقوها مع العجينه تاع اللوز لازم تلصقوها هكذا كيما راكم تشوفوا مع العجينه. من بعد في البابي دو كويسون هذا الابيض تاع فيتكس تحكموا هكذا. هذا على خاطر ما يلصق ما والو. كنت تشوفوا يعيطوا له لو بابي سولفوريزي ولا ورق الزبده ولا كيما تحبوا سميوه. المهم راهو نوعيه جيده. هنا كيما راكم تشوفوا نحكموا العجينه الزوجه كيف اللي درناها. ما ترشوش بزاف ميمي. علاش ما يرشوش بزاف؟ باسكو كي نرشوه دقيق راح يشرب هذاك اللي. ومن بعد واش يصرى لهم ميمي كي يكونوا يقليو ينشف لهم ويبدا يتفتح يتشقق ويتفتح. هنا شوفوا اللي ديروها تقطعوها تقلوها، ما لازمش تخليو المقروط قبل ما تقليوه على خاطر راح يدير لكم هذوك لي فيسيور. علاش واحد يخدم وواحد يقلي؟ باش ما ينشقش المقروط، يقعد جديد ويفيتيو هذاك المشكل تاع يفتح في المقله. ايوه هذه هي باش نتفاداو هذاك المشكل تاع المقروط اللي كل ما ديروه كاين حبات يتشققوا. ودائما يعني كي نروح في معارض ولا نروح كلجنه تحكيم
كعضو في لجنه التحكيم نلقى المقروط على كل لون، بصح كل وحده كيفاش ديروا، كاين اللي ناجح ومبسس وكاين اللي تلقاو بصح ما يعرفوش السبه وعلاش صرالو هكذاك. بصح هذا تاع اليوم تاع الخميره الكيميائيه يجي ما نحكي لكم شحال يذوب في الفم. ودائما قاعده نعطيها لكم، كي تقليو المقروط قليو الحبه الاولى وشوفوا، لازم تشوفوا الحبه الاولى باش تعرفوا. اذا كان الحبه الاولى نحلت لكم لازم نزيدو نرشو لاباط، لازم ترشوا لاباط، ديروا بودان واحد ولا ارميوه في الماء زهر باش تقليوه. الطريقه اللي نعطيها لك ميمي وعطيتها للمشاهدات في حصه صباح الخير ولاو بزاف يعتمدوها. نقول لكم ترحموا على خالتي فاطمه الله يرحمها اللي كانت عطاتني هذه الفكره، عطاتها لي صافي وقيله في 98 ولا في 99، قالت لي لا نحل لك المقروط في المقله ارميه في الماء زهر، نغطسوا الحبه في الماء زهر ونقليوها. ايوا غطسوها شغل هكذا، غطسوها شغل كنت تعسلوا فيها في الماء زهر ورموها في المقله هكذا، ما ينحل لكمش المقروط هذا اذا كنتوا درتوا بودان كبير. سينو روحوا عاودوا رشوه وديروه. هذا هو المقروط تاعنا كما راكم تشوفوا. قلت لكم ما لازمش تخليو المقروط يطول هكذا باش ما يتشقق لكمش ويقعد لكم مقروط الشباب. نزيدوا دوزيام بودان هكذا. هنا درت لكم بزاف باش تشوفوا معايا كيفاش نخدم. هذه هي طريقتي في الخدمه تاع المقروط، نقول لكم جربوها ومتاكده باللي رايحين كامل تنجحوا فيها. وعمري ما عطيت لكم وصفه كذابه ولا عطيت لكم وصفه ناقصه اي مكون. لا ليفور كنت نخافكم بصح دركا ديروا الكميه تاع الماء اللازمه ما ينفتح لكمش. لا ليفور تعطي له واحد الخفه وتعطي له واحد تهويه من الداخل، والعسل يشرب كي يجي مهوي واش يصرى، هذاك العسل يدخل في وسط الدقيق، يدخل في وسط المقروط بعد ما رايح يطيب، يعني يتعسل مليح. الخميره تخففوا وتعطي له واحد الهشاشه ما نحكي لكمش يجيكم مقروط وعليه الكلام. هذا واش نقول لكم، هذا نجح من اول مره. ايوه هذه هي المكونات السحريه اللي قلت لكم عليها واللي كانت سريه. اليوم ولات ما ولاتش سريه من بدايه هذا الفيديو. قرصه لا ليفور والبلون دوف داخل العجينه تاع اللوز. البلون دوف قلنا باش ما يخرجش وما يكحلش ويجي لونه شباب ومام يجي طري ويجي لداخل طري ويذوب في الفم. هذه هي. احكموا هكذا دو كوبات وسقموا المقروط تاعكم قبل ما تقليوه هكذا كيما راكم تشوفوا. هنايا عندي نوجدوا هنايا العسيله تاع النور كيما راكم تشوفوا. عسيله النور راهي عسيله بزاف هايله للمقروط، ما تجيش عقده بزاف وتجي هايله. نحطوها فوق النار العسيله تسخن ونوجدوا المقروط في السليله هكذايا باش نقليوه. المقروط ما ينقلبش، لو كان نقلبوه يتفتح كترة كيكون طري بزاف. يعني هنا كيما الوصفه تاعي طريه بزاف ما تقدروش تمسوها وتقعدوا ترفدوا وتحطوا فيها هكذايا. انايا ندير له هكذايا العسيله ونوجدوا العسيله الزوجه اللي رايحين نديروها تاع النور باش نديروها بلا ما زهر بلا والو. تحبوا تعطروها بالغبره ولا بليكستري تاع الماء زهر باش تجي ريحه الماء زهر. هذه هي اللي نقدموا بها، هو راهو بنين. يعني هنا من العسل الخفيف اللي كنا درنا له الماء زهر نديروه في العسل هذا اللي يكون ثقيل، يعني من العلبه نسخنوه شويه ونديروه فيه هكذا من البواطه قباله باش هذاك العسل الثقيل يشد فيه ويعطيني تعسيله متوازنه. الاخر يدخل للداخل والاخر يتغلف من برا. وهذاك المقروط الجزائري لازم نقدموه بالعسل في كل الحالات، حتى ونعسلوا الاولى ونزيد له الزوجه نقدموه بالعسل. الله ثقيل. بكري كانوا يقدموه بالعسل الحر. دركا عندنا العسيله الجزائريه كيما هنايا. هذه النور عسيله بزاف شابه وبنتها تجي معتدله تحبوا تاكلوها. يعني الحلوه تاعها العسيله التعسيله تاعها تتحب هاد عسيله النور. هنا نزيد نعسل. هنا درت لكم بزاف الخطوات هكذا اللي تعاودوا راكم تشوفوا فيهم هكذا باش ما تقولوليش عاوديننا ولا هكذا. شوفوا المقروط كيفاش كيكون سخون تحطوه قباله كيفاش راه يشرب. شوفوا هذوك النبابل كيفاش يخرجوا من المقروط. تمتم يشرب العسل. ايوه تمتم يشرب كيكون سخون. نزيد نكمل كامل الكميه. وانا هنا درت لكم قسمه وريت لكم وقسمه نسهروا عليه قسمه نمدوا للحباب. هذا المقروط ماهوش رايح يطول. اليوم رانا بقى لنا 9 ايام ولا 8 ايام من رمضان، يعني هذا المقروط ماهوش حيطول بزاف. واش نقول لكم، راح نعطي لكم لاستيس باش يقعد لكم دائما المقروط جديد ويتكل سخون. الله سخون. هنايا نزيدو نديرو هكذا كيما راكم تشوفوا. حتى هاد الحاجات تساعد حتى سيدات اللي يخدموا لي كوموند ميمي. الناس اللي تخدم لي كوموند راح نعطي لكم سر من اسرار الخدمه تاعي.
يربحكم الوقت. يربحكم الوقت ثاني. نتوما اللي تخدموا المقروط، نتوما المختصات، نتوما الناس صنعه المختصات، بصح ما تعرفوش تنظموا وقتكم، ما تعرفوش تخدموا زعما الكميات الكبيره. نقول لكم جيبوا كميه كبيره تاع الدقيق، يعني نتوما اللي تخدموا لي كوموند تاع المقروط ما بقاش بزاف لرمضان، جيبوا الكميه اللي تحقوها تاع الدقيق. وجدوا واش راح نقول لكم، ديروا الكيل تاعكم تاع الدقيق مع السميد، قد ما تخليوه ما يصرى له والو، ديروا له السكر لا ليفور تاعو، ديروا له القرصه تاع الملح، السمن والدقيق، صابليوه مليح مليح بين يديكم، حطوه في لي بواط ولا لي بورت مونجي هذوك الكبار كامل، غطيوه وخبيوه في بلاصه حتى توليو تاخذوا منه. مثلا اليوم تجيكم 20 حبه 30 حبه. الناس المقروط ما يحبوش البارد، اصلا ما يتكلش بارد، غير يمسى خلاص، يعني يعشي برك، يعني من العشيه من الصباح للعشيه يولي بارد، ما يقعدش شباب كيما يكون في نهاره. هذاك السمن وهذيك لاسيلات تبدل لا تيكستور تاعو تتبدل ويولي بارد، يبان باللي بارد. الحاجه المقليه تحب السخانه، لازم تكون جديده باش تتكل، ماشي كيما القريوش ولا. شوفوا انا هنايا هذا خليته على خاطر مازال على العيد، هذا خبيته هكذا بالبابي فيلم فيتكس، رايحه نخبيه حتى يلحق نهارو. من بعد صبحه العيد ديروه، ولا في العيد نتوما سيدات صبحه العيد ولا نهار اللي تكونوا رايحين للحباب ولا لا فامي، ما تقليوش كاع الكميه، قليو الكميه قليله ودمتم بخير. سلام.